كيبدا الفيلم ديالنا مع مايلز لوغان. هو شفار ذكي وكان باغي يشفر هو والعصابة ديالو، سميتهم ايدي وطولي وديكون. غيكون ايدي وديكون مع مايلز فوق السطح ديال الشركة وبغاو يدخلوا ليها باش يشفروا المجوهرة اللي الثمن ديالها 17 مليون دولار، وكيتسناهم طولي في الطوموبيل باش يحضي لهم تماك على ما يكملوا. وغادي يبدا مايلز وايدي يدخلوا للشركة من الشرجم، وديكون كيخسر أجهزة الإنذار وكيراقب البلاصة بالكاميرات المراقبة، وغادي يخسر حتى الكاميرا اللي كاينه في البيت باش البوليسي ما يشوفش صحابو اللي غادي يسرقوا الجوهرة. وواحد البوليسي غادي يشوف بلي الكاميرا ما خداماش، غادي يمشي يشوف شنو طاري، وغادي يحضرهم ديكو بلي راجع عندهم البوليسي. وبدا البوليسي كيقرب ليهم حتى في الاخر لحظة قدر مايلز وايدي يتخباو، وغادي يشوف البوليسي انه كلشي هو هداك، غادي يمشي يرجع لبلاصتو. ومن بعد غادي يكمل مايلز وايدي العملية ديالهم، يمشيو للخزنة اللي فيها الجوهرة، وفي نفس الوقت كاينه واحد الطوموبيلة ديال البوليس دايزة من حدا الشركة، وغادي يشوفوا الطوموبيل ديال طولي، وغادي يلاحظوا انه داز وقت طويل وهو تما بسبب الكاروات الكتار اللي كانوا حدا الطوموبيلة، وغادي يقرروا يوقفوا باش يفهموا شنو كيدير. وبعدا غادي يكون ايدي سال المهمة ديالو وطالع لعند ديكو للسطح، ومع غادي يشوف ديكو يتيري عليه بالسلاح، وغادي يقول ليه بلي 17 مليون قليلة بزاف علينا حنا بربعة، وقال ليه الا تقسمات على ثلاثة غادي تكون حسن. وقتها غادي تصدم ايدي، وقبل ما يتكلم غادي يضربو ديكو، وايدي غادي يطيح من السطح ديال الشركة على الطوموبيلة تاع البوليس وهو ميت. وفي ديك الساعة غادي يهرب طولي بالزربة قبل ما يشدوه، وغادي يقول ديكو لمايلز بلي البوليس محاصرينه وخاصنا نهربو بالزربة. ومو بغا مايلز يهرب غادي يلقى البوليسي قدامه، وغادي يضربو بالميدة، وغادي يمشي يطلع للسطح، ومع غيوصل غادي يهددو ديكو بالسلاح، غادي يقول يعطيني الجوهرة. وديك الساعات غادي يفهم مايلز بلي ديكو قتل صاحبو ايدي، وغادي يوصلوا البوليس ويهرب ديكو من واحد الحبل مسدي مع واحد الشركة يلاه كتبنا. موراها مايلز غيهرب موراه، وغادي يخرج ديكو السلاح كان ناوي يقتل مايلز، ولكن مايلز يقطع الحبل في اخر لحظة، وغادي يطيح مايلز في سطاج الليل تحت السطح. وغادي يعرف بلي البوليس محاصرين البلاصة وغادي يشدوه، غادي يخبي الجوهرة في فتوحات التهوية، وبعد البوليس غادي يشدوه وغادي يدخلوا للحبس ويحكموا عليه بعامين. ومن بعد عامين غادي يخرج من الحبس وغيكون فرحان بزاف حيت اخيرا خرج من الحبس باش يقدر يبيع الجوهرة ديالو ويولي مليونير. ومن بعدها غادي يمشي مايلز عند دار جينيس الصديقة ديالو، وغادي تحليه الباب بنت عمها، وغادي تسحاب ليه بلي هي جينيس، وغادي تصدم الوزن ديالها اللي تزاد في وقت اللي كان محبوس فيه. والبنت كتفهمو انها بنت عمها وكتعيط على جينيس. ومو غادي تشوف جينيس مايلز غادي تتعامل معاه بطريقة خايبة، وقالت ليه مستحيل تزوج بشفار يلاه كان في الحبس، وغادي تسد عليه الباب في وجهه. وغادي يمشي مايلز لديك الشركة ولا الدار اللي كانت كتبنى اللي خبا فيها الجوهرة، ولكن مو غادي يوصل غادي تصدم حيت ديك البلاصة ولات كوميسارية. وغادي يتعصب وبدا كيغوت وكيسول الناس في الشارع واش هادي بصح كوميسارية، وغادي يدخل الكوميسارية يشوف داكشي كيداير، وغادي يلقى فتحات التهوية باقية كيف ما كانت. وغادي يشوف واحد الكوميسير طالب بيتزا، وغادي يمشي يتنكر مع مالين بيتزا باش يقدر يدخل. هو يمشي ويدخل، هو يقول للكوميسير بلي خصني نوصل هاد البيتزا للطاج الثاني. هو يقول للكوميسير تما كيطلعوا عليه البوليسيين، وقال ليه الا كنتي بوليسي اللي نقدر نخليك تطلع. ومايلز غادي تطيح ليه واحد الفكرة، يمشي عند المزور هو يقول ليه زور لي الوراق باش نقدر ندخل ونخرج من الكوميسارية. وبعدها يمشي للدار وغادي يبدا يتدرف ليه على الشخصية تاع الكوميسار اللي غادي يديرها. وفي اليوم الثاني غادي يمشي يدي ليهم الوراق باش يقبلوه، ومشى للطواليت بلا ما حتى واحد يشوفه، وبغى يدخل فتحات الدهوية باش يجبد الجوهرة تاعو. ولكن معاه غادي يحلو، غادي يدخل عليه المجرم هارب من البوليس، وغادي يضرب مايلز الباب الطواليت حتى غادي يسخف المجرم. غادي يجيو البوليس وغادي يقول لهم مايلز انه كان ناوي يهرب من فتحات التهوية، وانا شديته. وقال لهم انا سميتي مالون، وهو قدم الوراق باش نتقبل نخدم معاكم كبوليسي. وقال ليه القائد بلي حنا قبلناك معنا وغادي تخدم مع كارلسون، وقال ليه تخدموا بجوج في العمليات خارج القسم. وغادي تعصب مايلز حيت هو كان باغي يخدم داخل القسم باش يقدر يوصل للجوهرة. وغادي يجي بلاغ لمركز الشرطة بلي كاينة عملية سرقة للميكانيك تاع الطوموبيلات، ومشى مايلز وكارلسون باش يحققوا في الموضوع. وغادي يوصلوا لتماك وقال لهم ولي الميكانيك ان شي واحد شفر لي الرويض كاملين اللي عندي، والبوليس خصهم يجيبوا لي حقي. وبصح كان يضيقوا كارلسون، ومايلز خدم عقلو حيت هو اصلا شفر ذكي وهادشي ما كيخفاش عليه. وقال لهم بلي هاد الرويض مستحيل يتسرقوا في هاد الوقت القصير، وهو يقدر. وقال لهم بلي الرويض راهم في داك الكاميو، وبالضبط غادي يحلوا الكاميو وغادي يلقاوهم تماك، وغادي يكون الراجل غير كيكذب عليهم.
وغادي يقول ليه مايلز لمول الميكانيك ما تعاودش ديرها ولا غادي نحبسوك، وغادي يرجعوهم وغادي يحلوا القضية تاع الرويض. وغادي يمشي مايلز للحانوت باش يجيب ما ياكل، وغادي يلقى في المحل ان كاين تماك شفار باغي يشفر، هو ما داعش فيه وريح كي ياكل. وغادي يجي كارلسون يطمئن عليه وغادي يعرف ان كاين تما شفار، وغادي يبقى يعيط على مايلز، ومعاه غادي يسمعوا مايلز غادي ينوض باش يشد داك الشفار. وغادي يكتشف مايلز ان هداك الشفار راه صاحبو طولي، وغادي يحاول مايلز يهرب صاحبه. غيقدر يهربوا ولكن البوليس غادي يحاصروه، وغادي يقول لهم مايلز انا نمشي نتفاوض معاه. وغادي يمشي عنده ويقول ليه ما تقول حتى واحد بلي انا شفار، حيت عنده مهمة في الكوميسارية وقال لي غنعطيك 10,000 دولار الا لقيت الجوهرة. وغادي يشدو بلا ما يقول حتى حاجة في مركز الكوميسارية، غادي يديروا الترقية لمايلز بسبب العمل البطولي اللي دار. وغادي يمشي مايلز لفتحات التهوية باش يقلب على الجوهرة ديالو، ولكن ما عرفش يلقاها في البلاصة اللي كان حطها فيها. وغادي يبقى حتى غادي يعرف بلي كان تخوى الماء، وغادي يستنتج مايلز بلي الجوهرة تكون تحركات من بلاصتها. وغادي نشوفو صاحبنا ديكو اللي كان مع مايلز في العملية ديال الشفرة تاع الجوهرة، اللي كان حاول يقتلهم كاملين باش يدي الجوهرة، وكان كيتسحابو بلي راه مات. ومشى عند المزور اللي زور لمايلز الوراق، وغادي يسولو على مايلز، والمزور ما بغاش يقول ليه. وبقى ديكو كيضرب في المزور حتى لقى فوتوكوبي تاع لاكارت تاع البوليس. وغيكون مايلز شاب اللعبة تاع التحكم، وبدا كيقلب على الجوهرة حتى دخل الاجتماع تاع المحققين، وهو ما ردش البال. وغادي يقول لهم القائد بلي هذا راه سميتو مالون، وهذا اللي يقدر يحل القضية تاع الرويض. وبداو المحققين كيسولو كيفاش درتي ليها، وبقى كيخربق عليهم حيت هو اصلا ما عرفش يقول لهم، ولكن كلهم يعجبهم الحال. وغادي يصفقوا ليه، وغادي يمشي يحقق مع صاحبو طولي حيت هو اللي شدو. وقال ليه صاحبو يا غادي ناخد الفلوس كتر، يا غادي نقول لهم بلي انت راه غير شفار. وغادي يتعصب مايلز وغادي يبقى يضرب فيه حيت هو غادي يقول لهم، والمحامية ديال طولي غادي تدخل وغادي توقفهم. وغادي يرجع مايلز يقلب على الجوهرة ديالو، وغادي يقدر يلقى بلاصتها، وغادي يعرف فين بيت هي كاينة. وغادي يدخل عليه صاحبو كارلسون وغادي يقول ليه بلي ما لقاش سميتو في السجلات الكوميسير. وغادي يقول ليه مايلز بلي هو من اف بي اي، وجا يشوف المحققين اللي كيديروا الفساد. وقال ليه ما تقولهاش لحد على هاد المعلومه هادي. وغادي يصدقوا كارلسون، وفي اليوم الثاني غادي يجي مايلز باش يمشي يجيب الجوهره ديالو، ولكن الرئيس ديالو غيجي ويقول ليه خصك تمشي معنا باش تحقق في واحد القضيه، حيت شفروا واحد المتحف. ومو غادي يوصلوا تما غادي يلقاو تما كاينين الاف بي اي، واللي منعهم باش يحققوا حيت عندهم السلطه عليهم. وقال لهم رجعوا، وكارلسون ومايلز راجعين للكوميساريه حيت القضيه ماشي ديالهم. وفي الطريق غادي يكون مايلز معصب من الاف بي اي حيت عاملوه باسلوب خايب، وقال لهم هذه قضيه ماشي قضيه التهريب مآثير تاريخيه كيف ما كتسحابوا. قال لهم هذه راه قضيه تهريب مخدرات، المخدرات غادي تكون في الطوموبيله تاع المتحف اللي غادي دوز بسهوله حيت غادي تكون الطوموبيله تاع ما غاديش يشكوا فيهم. وغادي يطلب كارلسون من الدعم من الطيارات، وقدروا يلقاو الطوموبيله وغادي يوصلوا ليها، وقدروا يلقاو المخدرات كيف ما قال لهم مايلز تماما. ومايلز بغا يدخل مع المخدرات في القسم التحليل حيت تما فين كاينه الجوهره ديالو، وغادي يقدر ياخذ الجوهره ديالو وفرحان حيت ما تشلتش ليه. ولكن غيدخل عليه الرئيس ديالو وغادي يدخل مايلز وغادي يطيح ليه الجوهره ديالو في المخدرات اللي كاينين تما. وقال ليه الرئيس بلي هنديو هاد المخدرات لاف بي اي، ولكن مايلز يكون خايف على الجوهرة ديالو حيت تقدر تضيع عليه. وغيقول لهم بلي حنا غنديرو لهم فخ بالمخدرات باش نشتو العصابة كاملة، وحنا غادي نديو لهم المخدرات البلاصة اللي كانوا متفقين عليها. والفكرة غادي تعجب الاف بي اي والكوميسير، وقرروا يديروها كيف ما قال لهم، واختاروا انه هو اللي غادي يمشي مع المخدرات. وغادي يطلع للطوموبيل تاع المخدرات هو والشيفوط اللي كان هيوصلهم، وغيكون ديكو كيراقب مايلز وغادي موراهم. ومع غادي توصل الطوموبيله للبلاصه اللي كانوا متفقين عليها. هيدخل مايلز للصندوق وكيقلب على الجوهره، وبقى كيقلب حتى قدر يلقاها. وغادي يدخل عليه صاحبو طولي وقال لي اعطيني حقي من الجوهره. وغادي يدخل موراه ديكو وتا هو بغى الحصه ديالو من الجوهره، وغيتصدم مايلز حيت ديكو باقي عايش. وغادي يهتزو بالسلاح وغادي ياخد منه الجوهره، وغادي يهبطوا كاملين من الطوموبيل حيت جاو وقت باش يعطيو العصابه المخدرات. وغادي يبان رئيس العصابه سول الشيفور شكون هادو، وقال ليه الشيفور هادو ناس جداد جاو يخدموا. وغادي يشك الرئيس ان مايلز من البوليس، ويقول ليه طولي انه بصح من البوليس. وديكو تا هو غادي يقول ان مايلز من البوليس، ولكن مايلز يبقى ينكر
أنه ماشي من البوليس وغادي يعطي الرئيس العصابة سلاح لمايلز وقال ليه إلا كنتي ماشي من البوليس فقتل ديكو، وغادي ياخد مايلز السلاح وغادي يتيري ليه في يديه، وغادي يتدخلوا البوليس في آخر لحظة اللي كانوا متسنين أي ضربة من السلاح، وغادي يهرب ديكو معاه الجوهرة بالطونوبيل، ولكن مايلز ما غاديش يتفك معاه وغادي يتبعو، وغادي يتعلق في الطونوبيلة تاع ديكو والبوليس غادي يتبعو حيت كانت كتسحبو من العصابة. وغادي توصل الطونوبيلة تاع ديكو لبوليس الحدود ديال المكسيك، وغادي ينقص مايلز من الطونوبيل اللي فيها ديكو غادي يكمل تيفوت الحدود ويدخل المكسيك، وغيكون مايلز باغي يتبعو ويقطع الحدود باش ياخد الجوهرة، ولكن الاف بي اي لا تمنعو وتقول ليه انت ما تقدرش تخرج خارج الحدود ديالك، ولكن مايلز ما غاديش يديها فيهم وغادي يركب الطونوبيل ومشى تبع ديكو، وقدر مايلز يضرب الطونوبيلة تاعو تفرقع الطونوبيلة ديال ديكو، ومايلز قال ديكو بلي يعطيني الجوهرة ويخليه يشدو باش ما يتفرش قدام البوليس، وغادي نبيع الجوهرة ونعطيك حقك أوتيكو ديكو، ويعطيه الجوهرة، ولكن مايلز قوالبو وربطو مع الطونوبيلة، وديكو كان يقتل مايلز ولكن مايلز قتلو، ويرجع مايلز ويقول ليه الرئيس ديالو بلي بحث على المعلومات اللي في الملفات ديالك ولقيتهم كلهم مزورين، وجا عندو كارلسون وقال ليه راه عرفت بلي انت اللي شفرتي الجوهرة وماشي بوليسي كيف ما قلتي لينا، وهادشي كيعتبر انتحال الشخصية ومن المفروض اني نشدك بصفتي بوليسي، ولكن ما نقدرش حيت انت خارج الحدود ديالنا، وغادي يسلم عليه كارلسون وغيخليه يمشي، ويمشي مايلز مع الجوهرة وفرحان بزاف حيت يولي مليونير. وكتنتهي القصة ديالنا. كنتمنى إلا عجبتك دير واحد لايك واحد الاشتراك ويلا بيس.